السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة كندير فيديو بالليل، والجو زعما واحد الجو اللي شوية يعني ما كاينش فيه الصداع وما فيهش، لأن بغيت نهضر في هذا الموضوع وبغيت نهضر فيه بشوية وتبعوني أخوتي بالخاطر. ولكن قبل ما ندير غادي ندير ستيلو وغادي ندير طورنوفيس. يعني الستيلو غادي نشدو مي غنشرح مزيان، وطورنوفيس مي غنبقى نبغي نتفلاشا ولا نبغي نحماق. المهم ما علينا. الحباب ديالنا كما شفتوا في هاد البلانات اللي دار او اللايف اللي جاوبات به يسرى، وكما كتشوفوا انا كنسمي. علاش كنسمي؟ لان ما كنسبش الانسان ولا كنعايرو، فانا كنتاقد الواحد وكنجاوبو يعني على حسب الاسئله اللي يطرح. ولكن اللي غادي نحط لكم بعض المرات قبل ما ندخل في الموضوع الاخوان، نتمنى انكم تفهموني. علاش؟ لان كنقول واحد الحوايج اللي هي مهمه مزيان. شنو هي؟ مثلا اول حاجه، بعد باش كيجيو عندي متابعين كيقول لي شحال ما جاوبنا على هذه وجاوبنا على هذه. خوتي العزاز، ما يمكنش نجاوبكم على جميع النقاط. قولوا علاش؟ لان كاين اصدقاء ديالنا منتقدين حتى هما كيكون عندهم اجوبه ديال، حيت الا جاوبت الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه نجاوب على النقاط كاملين، ما يمكنش. فكنخلي يعني فرصه للاخوان حتى هما عندهم بعض النقاط كيشرحوها بالطريقه ديالهم وبالاسلوب ديالهم وكيوصلوها. فالا خديت انا غير جوج نقاط شرحتهم او ثلاثه ولا مثلا جوج وبنيت عليهم موضوع، راه مزيان، والاخ الاخر تا هو واحد جوج وهادي. اما الا شديتي الجميع درتي الورقه والستيلو وبديتي كتفري، راه ما غنساليش. دونك غنبقى هاد النقطه هاد النقطه هاد النقطه. فانا كنحافظ على واحد جوج نقاط كنجيبهم. مثلا انا كنعتمد على واحد الطريقه واحد الاسلوب ديال اني نجيب المعني بالامر، نجيبو يعترف بالفم ديالو. تفهمنا مزيان. حاجه واحده اخرى، واخا غادي نرجعوا غادي نجيو على جوج نقاط اللي غادي نتكلم عليهم. النقطه الاولى ديال السحر والسحور، والنقطه الثانيه ديال سميتو ديال 17 عام وداك الشيء وفهمتيه 18 عام و2023. غنجيب يعني شكون اللي غادي يتكلم، يعني الدليل اللي غادي نجيبوه. يعني انا كنحاول دائما نجيب لكم المعني بالامر اللي كيدافعوا عليه الناس، هو اللي يتكلم هو اللي اعترف. وإلا اعترف الواحد المعني بالامر فهو خير دليل. تفاهمنا في هذه المساله هذه. عندنا النقطه الاولى ديال الاخ زهير. الاخ زهير، الناس اللي كتكلم على الاخ زهير وعلاش الناس بغاو الاخ زهير، على جوج حوايج: انه يعترف بالاخطاء ديالو. دونك المتابع الذكي انه ملي كيشوف واحد الانسان كيعترف بالخطا او ما كيكذبش عليه او ما كيديرش ليه التدليس، فهو كيتيق فيه. كاين النوع الثاني اللي قال لك لا، قال لك اودي الشكل ديالو او كيبان من عينيه غدار، ولا كيبان من عينيه ولا ما مرتاحش ليه. هذا كيبقى عاوتاني اي واحد حر. ممكن انت ما ترتاحش لواحد الانسان، ولكن وتقدر تكون يعني واخا ما داير لك والو انت ما مرتاحش ليه، هذيك انت كترجع لك. ما ارتحيتيش واحد الانسان عادي. حتى انا كتوقع ليا بعد نوبات كيكون واحد الانسان ظريف الله يعمر دار ما كنرتاحش ليه. او كتلقى واحد المراه مزوجه بشي راجل كترتاح للراجل وما كترتاحش لمرته. فهمتيني؟ عادي هادشي. شوف، جري به العمل. راه حنا ما كنتقلقوا ما حتى شي حاجه. هادشي راه جري به العمل. ان الانسان كيشوف واحد الانسان ما مرتاحش ليه وما كيحملوش، ما عندناش مشكل. واخا نزيدو في هذا الاطار هذا عاوتاني شي شويه، غادي ندخلوا القضيه ديال اللي قالوا ديال السحور. اول حاجه، زهير من نهار بدا في القناه ديالو ما تكلمش، خصوصا في القناه ديالو ما تكلمش على السحور وما تهم حتى شي واحد. بينما الا رجعنا اللور عند هاد العائله، كانوا تهم ما بين سعاد وما بينهم، انه هما كانوا كيتهموا سعاد بالسحر بالشعوذه. وحنا عرفنا عاوتاني واحد القضيه، ان سعاد مسكينه كانت كتعاني من بزاف ديال الحوايج اللي تكلمنا عليها. فإلا جينا وقلنا ان هادشي ما كاينش ولا هادي ولا زيد ولا زيد ولا زيد ولا زيد، بون علاش هادي لا وهادي حيت حنا عندنا ملف مرتبط بالملف. يا اما غادي نمشيو في واحد الملف ونقولوا للناس داكشي كامل بالطريقه اللي تكلمنا عليها ومشينا بها، واما غادي نسحبوا على الكلام عليهم كاملين ونحيدوا هذه المساله هذه. مع رغم ان زهير حاليا ما اتهم حتى شي واحد. دخل قال واحد الفيديو: انا عندي اكتئاب، انا عندي هذه، انا عندي هذه. قضيه ديال الاستفراغ يعني او استفرغ. ياك واحد الانسان جاب واحد السيد
دار واحد الاستفراغ. الناس كاين اللي قالك ما خصوش يبان، اوكي، من حق الناس، من حق المتابع ان مثلا، لكن ما غاديش تعاود ولا شي حاجه من الناس. كاين اللي قال لك، ولكن تبارك الله وصل عند الناس ماشي حاقدين ولا حقدوا ولا قال لك لا ولا ما. قالك الناس هذيك القضيه ديال سميتو ما عجباتناش، اوكي، وهذا هو الانتقاد المزيان. يعني الانسان ما عجبوش واحد الحاجه، متفقين 100%. هذا مشروع في القضيه ديال ان واحد ما عجبك واحد الفيديو او واحد الشرط او هذه او شي حاجه ما عجباتكش. اللي كاين في زهير هو كيبين الفيديوهات كلهم بالطبيعه ديالهم، يعني بدون مونتاج بدون هذا. كاين الناس دابا اللي غادي يمشي يقول لك لا وهنا خطا وهنا خطا، لا لا، حنا مخليين زهير انه يتكلم هكاك طبيعي يقبلوه الناس، وخير دليل على المشاهده تبارك الله السلام به اللي عنده، وخير دليل ان اللايكات اللي عنده يعني ب 35 ابوني. 35 ابوني فكيجيب واحد المشاهده اللي شويه هي عاليه، رغم انه ما كيخرجش بزاف او كيديرش فيديوهات في النهار ولا شي حاجه. يعني راه بعض المرات راه ما كيسجل حتى لوحده الليل ولا الوحده ونص كيجي من الخدمه ولا هادي، ولا عنده شي وقيت عاد كيسجل ولا زيد ولا اليوم الجمعه لانه كان عنده وقت ومسائل. لان الفيديو اللي دار اول البارح وعاد تحط اليوم ومسائل، فهمتي؟ فماشي مصر انه تشعل في ديك العافيه وغنجاوب خصني ندير ونزيد 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 مع الناس. حنا بغينا انه يتكلم ويهضر ويحيد بزاف ديال الحوايج. علاش انا كنقربكم اخوتي من هاد نقربكم من زهير باش نتوما تعرفوا تقدروا نتوما تحكموا فيه. انا ما غادي نقولش فيكم نقول لكم لا راه مزيان ولا لا خايب ولا شي حاجه، غير هو كنحاول نقرب لكم الصوره وانتم اللي كتحكموا. في الاخر كيكون الحكم ديال المتابع، لان انا اول حاجه يعني المتابع لا سلطة تعلو على سلطة المتابع. هذه في النظرية دي لأن المتابع هو صانع صاحب المحتوى، والمحتوى هو يعني كيحط المحتوى ديالو، والمحتوى ديال اللي كنحطوه فالمتابع اللي كيدخل فهو يقدر يهزك، يقدر يطيحك، يقدر يدير بزاف. فدائما المتابع كيبقى دائما تاج على الراس، خصوصا المتابع المحترم، ماشي اللي كيخرج ويبدا يسبك وداك الشيء دوك راه بوحدهم دوك معروفين. ولكن حنا كنهضروا على المتابعين الاسس ديال القناه، والاسس اللي كيكونوا معاك في السراء والضراء، واللي ما كيتقلبوش عليك وكيبقاو معاك وكيساندوك وكيكونوا معاك في صفك وبزاف ديال الحوايج. واخا هذا جانب. انتي قلتي انه السحور وحلفتي. حنا شوف راه ما غنكذبوكش، حنا راه كنتصنتو ليك وكنسمعوا لك. علاش؟ لان انت فيك واحد الحاجه زوينه غادي نقولها لك. النقاط اللي كنقول لك بعض المرات راه ما كتجاوبيناش عليهم، او النقط اللي كنزيروك فيهم راه ما كتجاوبيناش نهائيا. كتحاولي تمشي تجاوبيني على شي حاجه يعني من عندك انت. علاش؟ لان انت فاش هضرتي على الكونفرساسيون والتخربيق والروينه وكيفاش وقع لك فيها، راه انت اللي حطيتي، هو ما حطش. تفهمنا؟ واش حط لك هو شي حاجه مرحبا نعاتبوه، واش هو حط لك شي حاجه؟ ما حطش. المكالمه اللي كانت سابقا وعلمتي عليها وتفك المشكل، شكون اللي حطها؟ تجرأ شي واحد حطها في القنوات؟ ما حطوهاش. وصلات الام ديالك انت اللي حطيتيها، هذا جانب. هو ما قالش لك انت سحرتيني، انت قلتي لي لا لمحتي واحد الانسان مشى دار واحد الاستفراغ والكرش ديالو البطن ديالو صافي، داخلينو التناوي، داخلينو بزاف ديال الحوايج، صحته كيشوفها ضعيفه، وهذه من حقه انه يجري على صحته، يا بالطب يا باي حاجه باي ثمن، لان هذيك صحه الانسان. واي واحد على ود صحته كيحط الملايين يحط اللي عنده اللي من وراه واللي قدامه على ود صحته، لان الصحه هي راس المال ديال الانسان. هادشي راه مفهوم. فانت كتقولي لا احنا لا درنا ليك لا فعلنا ليك لا حتى شي حاجه. هو ما قالش لكم درتو ليا ما حتى شي حاجه، هو قال الناس كيعاود شنو كاين، شنو كيوقع ليها، شنو المسائل، اي حاجه كيوضحها. فين كاين المشكل؟ لحد الساعه زهير، انا الناس اللي كيقولوا يا يوسف شهاب هذا الشيء كيقول لهم الزهير، وهضروا معايا بزاف ديال المتابعات تبارك الله عليهم والصلاه على النبي، كيقول لك واحد الحاجه ان زهير باش قتلنا انه كيعترف. وحنا دائما كنقلبوا على الاعتراف، وانا ملي كيعترف شي واحد صافي سدات، ما داماش الا اعترفتي راه صافي. نزيد معاك الهضره ولا شي حاجه، هو ما اعترف بداك الشيء. شنو بغيتي انت نزيد، شنو بغيتي نزيد، فهمتي؟ ولكن انت كتقلبي على ان زهير
يمشي يحط، حيت متاكده مليون في المية انه ما غاديش يدير بك شكايه. علاش؟ لانه ماشي من الشيام ديال الرجال غيمشي يدير بك شكايه وانت حامله ويقول لهم انا مرتي راه حطات لي مكالمه وسربات لي مكالمه وحطات لي سميتو المسائل وسير عاوتاني وعندنا محكمه ودخل راجلي دخلني للحبس وتما وهذاك الشيء. لا، ما غيعطيكش هاد الفرصه. فهو جوج كلمات كيخليك تشعل فيك العافيه. العافيه العافيه تشعل فيك. واحد خيتي صيفطات قبيله 50 درهم عندها وقالت ليها قبيله صيفطات واحد خيتي صيفطات 50 درهم عندها. كيضحكوني هاد خياتي هادو. مسكينه ها هي سميتها ميمي، حسنه ميمي. صافي طفي عليه الضو، خليه بوحدو في الظلام، ما تهضريش عليه. كيفركل هو والشماتة ديالو، زعما 50 درهم. فهمتيني؟ معذبة دابا مخلصة، دابا هادي مخلصة 50 درهم باش تسب. فهمتيني؟ 50 درهم باش تسبني، محنة مكرفصة. اه كاع دابا تخيل دابا وحده باش تسبنا مصيفطها 50 درهم. دابا هادي راه كون لقات شي شمكار ولا شي حاجه تعطيه 100 درهم تقول لي سير طيح روح. هادو وشنو سميتها؟ قالت لك اسيدي حسنة ميمي. حسنة ميمي زعما ميمي زعما هي ديك، فهمتي؟ ميمي. الا كانوا كيعيطوا عليك ميمي انا راه بيبي. فهمتيني؟ دخلنا عقب الله دابا تي وسميتك ميمي. ما علينا، ماشي مشكل، ندوزو هادي في اطار ديال الضحك والنشاط، ما عندناش مشكل. يعني خليها هكاك. غنجيو صافي القضيه ديال السحر، القضيه ديال السحور والمسائل. ما تكلمش على السيد نهائيا. متابعين دخلوا عندنا كيقول لك عتقوا الدري. حنا ما كنقدروا نخسروش المتابع ديالنا. حنا الا قال لنا المتابع ديالنا شي حاجه كنديروها. اذا علاش غنخسروا حنا الخاطر ديال المتابع؟ المتابع شاف حاجه كنقولوها، حيت حنا ما نقدروش نقولوا شي كلمه فوق الراي ديال المتابع. حنا ملي كنديروا استطلاع الراي او كنقولوا كتبوا رقم واحد ولا رقم جوج، كنشوفوا الاغلبيه. ملي كنشوفوا الاغلبيه كنقولوا الهضره. اذا حنا كنحطوا السؤال والمتابع هو ملي كيجاوبنا فنحترموا المتابع، ماشي حنا اللي كنقولوا. حنا راه كنتمشاو بالارشادات ديال المتابع، كنديروا واحد الاستطلاع ديال او انتخابات. وملي كنشوفوا واحد الانتخابات ديالنا فلان هذاك الموضوع جبدناه هو اللي كاين، راه كنبادروا به. اذا باش نكونوا واضحين في هذه الامور، غنجيو للمساله ديال اللي خصنا نتفاهموا فيها، المساله ديال 17 عام ولا 15 عام ولا 16 عام. انا في هاد اللقطه هادي خصني نجيب شي واحد يكون مجهد. شكون غنجيب؟ دابا يسرى، انا غنجيب لك يسرى. كتعرفي يسرى بنت سعاد بنت بكريشه اللي مزوجه بزهير، هي اللي غادي تجاوب يسرى بيسرى. وفهموا وسمعوا الاخوان، الا فهمتوا شي حاجه شرحوا لي. فهمتوا؟ جبد لك المحادثه ديال 2021 ياك، وقبل ما تقول لي جبد لك المحادثه 2021 شنو قلتي انا عرفتها هي في عمرها 17 عام ماشي 15 عام وماشي 16 عام. دابا راجلك، دابا غنجي نوريك واحد القضيه. دابا راجلك ها هو شتي، راجلك اش قال عرفتها وهي عندها 17 عام. الاخوه الله يجازيكم بخير، باش ما نبقاوش نناقشوا بزاف، تصنتوا الكوتش اللي هو هاد العبد المذنب، هاد العبد الفقير، تصنتوا ليه مزيان. دابا هي اللي كتهضر ماشي انا. عاوتاني سيروا قولوا لي عاوتاني لا هذا صوت سعاد، لا هذا صوت ليلى، لا هذا صوت ديال شي متابع. دابا هذا راه يسرى اللي كتهضر في اللايف، انا جبتها لكم من اللايف. كملي يا بنتي. نعاودو ازيرو، نعاودو باش علاش؟ لان هنا غادي تخربق هي مسكينه وغتحبس. غنعاود لكم. جبد لك المحادثه ديال 2021 ياك، وقبل ما تقول لي جبد لك المحادثه 2021 شنو قلتي انا عرفتها هي في عمرها 17
2021 سمعتي؟ دابا هي بغات توصل ليه انه ما عرفاتوش في السن ديال 17 عام، غتقول لكم الوقيته فاش عرفاتو. دابا هي غا كتجاوب زهير كتقول لك زهير هي ما عرف، انت كتقول للناس انك عرفتيها في 17 عام. دابا انت زهير كذاب. واسمع مرتك شنو الحقيقه اللي غتحط لك، وسمعوا الناس الحقيقه اللي غتحط للراجله. كنت انا في عمري، وانت دابا ملي حطيت لك انا المحادثه في 2022 ولا ما عرفت شنو، قلتي لا حتى انا المحادثه ديال 2021. يعني انت من 2021 انت كتهضر معايا. لا الاستاذ اللي قالها دابا راه هاد الكلمه قال الاستاذ الكوتش ديال السي زهير. باش نفسر لك الكوتش، حيت انت قلتي ليهم اودي هادوك الناس هادوك القنوات ما كيعرفوش كيفاش يديروا، ما كيعرفوش كيفاش يخدموا، ما كيعرفوش. عندي غير بشويه عليك بشويه عليك وتصنتي. دابا يسرا هي اللي غادي تجاوبك. ولكن ملي كنجيو نشوفو فوقاش بديتي تهضر معايا وفوقاش مشيتي معايا وفوقاش هادشي كامل، كنلقاو من 2021. ولكن ملي كيجي شي واحد يهضر معاك وهادشي كتقول له لا انا عرفتها في 2017، عرفتها فاش كانت في عمرها 17 عام. شنو التخربيق؟ شنو التخربيق؟ انت زيري دابا راه من الصباح انت كدوري ما بين الكونفرساسيون ديال 2021 وما بين 17 عام، ياك؟ وكتقولي ان زهير هو قال لك انك عرفك في 17 عام. اذا غادي نقول لك يسرا غتجاوب يسرا، جاوبينا. حيت 2021 انا شحال كانت في عمري؟ دابا حاليا في 2024 في عمري 19 ونص، 19 نقولوا 19 درت فيها 19. 2023 درت فيها 18. 2022 درت فيها 17. 2021 درت فيها 16 لا 17 عام. دابا لا 17 عام بلاتي باش نكون منصف. تسني باقي ما ساليتش باش نكون منصف معاك ونكون ولد الناس وما نظلمكش. قلتي 17 عام وحبستي، غادي يقول لك الناس اخرين عاوتاني باش تعرفوا التجربه ديال العالم الاحمر كيفاش غينقزوا ناس اخرين عاوتاني. غيقول لك لا سميتو علاش حبستوه هنا. لا غادي نكمل لكم لان غادي تدوز غتسابي واحد المراه وغادي تنوض تمشي عند الزنوبه. من بعد هذا الفيديو هذا اللي طلقت لكم غادي تنوض غير غتسب هاد المراه غتنوض عند الزنوبه، غيجيبوا لها الزنوبه. حيت انت باينه فيك 40 باينه فيا 90. هي تعصبات قالت لها لا باينه فيا 90. فهمتي؟ دابا تفاهمنا. الا رجعتو الا ما فهمتوش غترجعوا المقطع ديالي وغادي تفهموا الكلام ديالها، حيت انا شديته وقطعته بشويه 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 حتى وصلت سميتو. يعني قالت لي جي انت كتقول لي 2017 2021 كانت عندي 17 عام، شويه تقول لي 24 كانت عندي 19 ونص. لا ما كتعديش 19 ونص، كانت عندي 19. حيد النص، حيدنا النص. قالت لي 23 شحال كانت عندي 18. وقالت لي 22 لا 17 لا 16. 16 هي ما عمرها ما تحسبها وتقول لا لا عند 17. هي راه غير 17. تفهمنا. ديال السحور حيدناه مزيان، ما عندنا ما نديرو به. ديال القضيه ديال السحور تحيدات، ما عندنا ما نديرو بها. ديال السحور صافي، السحور ساليناه ياك. هو ما قالش ما تهمكش، ولكن انت قلتي ليه ولا الا درتي السطله ولا درتي بحال هكاك بحال لا كتلمح ليا. هو يدير السطله يدير يدير اللي بغى يدير. ويقول المثل منفذ كيقفز. هو ما قالش ما تهمش، ما جبد حتى واحد. هو ما تهم حتى شي واحد وما قال السحور. هذا الشيء واش هو زهير قال لنا السحور؟ جيبوا سيدي ارى لي السي زهير كيقول السحور سحروني، جيب لي الزهير كيقول سحروني ضربوني، جيب لي زهير. ما كاينش. واخ نرجعوا عاوتاني ديال 17 عام كيفاش غنديروا فيها؟ دابا حنا شوفي نقول واحد القضيه، حنا ما قلنا لك والو. حنا شنو قلنا لك؟ قلنا لك غير دير 21 واش ممكن تحطيها ولا ما تحطيهاش. صافي ما حطيتيهاش ماشي مشكل.
اما هو باش يحط راه ما غاديش يحط. تفهمنا؟ ما يحطش والله لا حط، كوني متاكده ما غاديش يحط. فهمتي؟ حيت هو الا مشى تحط غتمشي ديري بيه الشكايه، مي غديري بيه الشكايه غتبوردي عليه. فهمتيني؟ دونك انت مي غتمشي ديري بيه الشكايه غتنوضي تكوني مسحتي انت دوك اللعيبات وكاديتي والمسائل وكل شيء وهادي وهادي وهادي. صافي. اذا اليوم غادي نقول لك كان عندك اللايف فيه انهزام، يعني غنأيدوا الكفه. انا نشد لكم اربعه اليوم كنقول لك ان زهير ربحك في هذا الفيديو اللي دار. راه حتى من الحنان بانوراما قالت لك ها انت، قالت لك شوفي ها الفيديو شنو دار وشنو دار، كنت عندها كنسمع، قالت لك راه رابحك. اليوم هو ربحك، اليوم 1-0. فهمتي؟ دابا غنبداو عليكم من اليوم غنديرو لكم النتائج، اللي ربح شي واحد انا والله ما نظلمك، شي كوني متاكده والله ما نظلمك. اليوم هو 1-0 صافي. دابا تقبلها هو 1 وانت 0، انت 0. فهمتي؟ وما كنعنيش دوك وتقبلوا الناس الجمهور ديالها، راه بحال الوليدات وبحال الرجال، بحال مره كتربحوا هكا ومره تخسروا هكا وهي غاده. اذا خوتي العزاز نخليكم لان كل شيء واضح وباين. تبارك الله عليكم والله يحفظكم، ونتمنى انكم دائما تكونوا بخير وعلى خير. احلى متابعين ومتابعات والله العظيم اللي كتعجبوني دماغ. قبيله كنت جالس كنهضر قلت لها والله العظيم، قلت لها شي المتابعين ديالنا دماغ. شنو هي دماغ؟ قلت لها كلاس دماغ، ما كدوز عليهم حتى شي دكاكه، عارفينها طف طف. يجي يوسف انت شوفي، انا عندنا واحد المتابع كيفهموا وهي طايره ولاد الوقت، يعني كيمشيو معاك غير قمقم وانا نفهم. يعني راه باش تلقى هذا المتابع ديال قمقم وانا نفهم راه ما ساهلاش. تحياتي لكم والله الا مناضلين ومناضلات، تبارك الله عليكم، العز لكم كاملين وشكرا. العز.